مش بني ادم يا جماعه. ليه يا بطل لما انا تختخ زيك كده هبقى بطل؟ هبقى بني ادم؟ ليه بيج رام مش بني ادم؟ هنري مش بني ادم؟ الابطال اللي نجحت مش بني ادمين؟ البني ادم الوحيد ان انت تبقى قاعد يعني؟ لا، تقوم وتعمل اللي عليك وتدوس في نفسك. مفيش حاجه صعبه، انت اللي مستصعب كل الامور. عقليتك هي اللي هتغيرك. مهما كان محدش بيشجعك ولا بيدعمك وبيشوفك وبيبخل ان هو يدعمك بكلمه، فانت تقدر تكمل. تكمل وتدوس وتعمل اللي عليك. مفيش حاجه صعبه مهما كان. مفيش حد بيدعمك، لو مفيش شخص واحد بيدعمك بتعمل اللي عليك وبتدوس في نفسك. ومفيش حاجه اسمها صعبه ولا مستحيله. المستحيل الوحيد ان انت تبقى قاعد على السرير ومنتظر حد يقومك، تقوم وتعمل اللي عليك. ده بفضل ربنا ان انا استمريت ودوست في نفسي. اديلي 4 سنين عشان اوصل للمستوى ده. فانت لو شايف ان المستوى ده سهل كان كله عملها، ولو شايف ان النجاح سهل كان كله نجح. تمام؟ كنا كلنا نجحنا، بس احنا بنشوف الشخص الناجح بنبخل ندعمه وبنبخل نشجعه وبنبخل نتابعه عشان نقول احنا تابعناه ليه. المفروض ان احنا نشوف اي شخص بيجتهد، مش اي شخص تافه، لا، اي شخص بيجتهد بيعمل حاجه لها لازمه. اي حد تدعمه وتقول له ما شاء الله هتلاقيه اللهم بارك حاكم. فاهمني؟ تسلم. فانا عشان اقول لكم انا وصلت للمستوى ده ازاي، ده بفضل ربنا اولا، متوكل على ربنا ومش شايف حاجه صعبه. فعمر ما حد هيتوكل على ربنا وربنا هيصعب له كل الامور. ايه والله العظيم احنا اللي مستصعبين الامور، واحنا اللي بنشوف الناس اللي بتنجح ما بندعمهاش. لا، ادعم يا بطل وشجعه وقول له عاش وكمل. ليه؟ لان لما ربنا يجي يكرمك وتيجي تفكر في حياتك ان انت